شعارات موجودة وشعارات قائمة. كيف ينسجم شعار لإقامة إمارة إسلامية في سيناء مع احترام الجيش ومع احترام النظام؟ أنا بس عايز أرجع نشوف المؤتمر اللي عقد اليوم حول الضباط الثلاثة المختطفين، ونرجع نكمل مع دكتور سمير هذا الوضع الشناوي الخطر. شهدت نقابة الصحفيين مؤتمر صحفي لأهالي 3 ضباط وأمين شرطة مختطفين من 4 فبراير عام 2011 وحتى الآن، أثناء انتدابهم في مهمة رسمية لتأمين الحدود بمنطقة رفح الحدودية، لإلقاء الضوء على هذه القضية التي وصفوها بالمنسية، ويناشدون المسؤولين بعودة هؤلاء الضباط إلى بيوتهم. اتكلف بمأمورية انتداب لرفح مدتها 15 يوم، اتكلف بها يوم 22/1. بعد ما انتهت سافر، وبعد المدة بأسبوعين يوم 4/2/2011 بالظبط الساعة 12 بالليل كلمني، قال لي ان هو بيجهز حاجته وهينزل على الطريق وماشي. الساعة 1 ما لقيتش تليفونه مفتوح، لقيت التليفون مقفول. هو كان معاه اكتر من خط اتصل بيهم تليفوناته مقفولة. حاولت اتوصل للتليفونات زمايله اللي كانوا نازلين معاه راجعين معاه، برضو لقيت نفس المشكلة ان تليفوناتهم مقفولة. في شهر 6/2011 تم الاتصال بي انا شخصيا عن طريق ضابط في المخابرات ومندوب فلسطيني، مندوب للمخابرات فلسطيني، ان الضباط الثلاثة وامين الشرطة لدى قائد جيش الاسلام بغزة ممتاز دغمش اعلن ان هو الضباط جه عنده وامين الشرطة، وقال ان هو مسؤول عن اختطافهم، وبعت للمخابرات العامة والمخابرات الحربية ورقة بالمطالب مكونة من 12 طلب. ال 12 طلب ده كان على قمته واولويته واكثره اهمية كان محمد الظواهر. بدأت المخابرات العامة تقول فعلا اكدت لينا احنا الاسر الاربعة ان فعلا ورقة المطالب دي جت، وان فعلا ممتاز دغمش اعلن مسؤوليته عن اختطاف الضباط، وان فعلا الضباط مختطفين من قبل جيش الاسلام. ولكن كانت حجة المخابرات العامة دايما ان فين الساين اوف لايف، دليل الحياة لوجود الضباط الثلاثة وامين الشرطة. الخطوة اللي احنا هناخدها بعد المؤتمر ان احنا هنروح للنائب العام وهنروح المخابرات والخطوة الأساسية اللي هي هتتاخد ان لازم هيتم ان احنا لازم لو الرئيس ما تكرمش وتفضل ان هو يقابلنا، لان احنا خبطنا على بابه اكتر من 20,000 مرة، ولحد دلوقتي يقول اما اعرف اخبار كويسة عنهم انا هقابلكم وان شاء الله باذن الله خير. وان احنا يعني اولا يعني هو مدير مكتبه بيرد علينا بان هو طبعا هو بيقول لكم ان هو معاكم جدا وربنا معاكم وربنا يصبركم. طبعا كله كلام في كلام، مفيش اي جهاز من اجهزه الدوله وقف جنبنا الا وقال لنا احنا مش عارفين نتصرف. رئيسنا فين؟ وانا رئيس كل المصريين، فين رئيسنا؟ فين جهاز المخابرات اللي كل الوقت كل ما نروح له يطلع لنا واحد من شباك صغير معلش اصل معاه الملف بتاعكم مش موجود. شيء محزن ومؤلم، وبرضه لما يكون في نظام وحكومة صامتة على خطف 4 من أبنائها من أبناء الشرطة المصرية، سواء بقى موجود عند دغمش وفي حماس ولا في غزة أو موجود في سيناء. لكن إزاي نسكت يعني؟ وإزاي التواطؤ والسكوت والطرمخة دي؟ يعني ده حماس خطفت جلعاد الإسرائيلي، قعدوا يعملوا معاهم إيه لغاية ما يعني مبادلوهم بايه؟ معقوله احنا يعني على هذا القدر من الرخص واولادنا رخص قوي عند الحكومه المصريه؟ يعني اعتقد انه بدل الانجازات دي كلها يا ريت برضه الرئيس مرسي يرجع لنا 4 المخطوفين، او يهتم هو واجهزته بالحكايه دي، ولا منهم مخطوفين في غزه مثلا. دكتور سمير تعلق على المشهد ده ازاي؟ دي ليست الواقع الوحيدة. أنا أولا لي الشرف أني كنت أول من يعني أعلن هذه المسألة قبل شهر، وزوجة أحدهم يعني شكرتني على الهون وقالت لي محدش حكى قبل كده. فأنا لأني أنا أعرف أنهم موجودين في غزة وعند ممتاز دغمش، وبعت لها الرقم القومي بتاع أحد الضباط، وقلت قبل أيام قليلة أنه حماس أخفت دغمش. السلطات المصرية، وأريد أن يكذبني أحد، طلبت من الإخوة في حكومة غزة المقالة تسليمها 3
حتى تحقق معهم في قضايا تتعلق بالإرهاب في سيناء باستهداف الجنودنا في سيناء. رائد العطار مسؤول حماس في رفح والمسؤول عن الأنفاق بالمناسبة، وأيمن نوفل الذي كان معتقلا في مصر حتى 25 يناير، وبالمناسبة تم تهريبه من السجن ثم إلى الصعيد، ومن الصعيد عاد إلى سيناء، ومن سيناء تهرب في الأنفاق وراح وموجود الآن في غزة. وعمل بيانات صحفية أول ما وصل. واحد اسمه محمود أبو شمال، هذا كمان إلى جانب سامي شهاب قائد خلية حزب الله اللي تم تهريبه للسودان ومن السودان لبيروت. وبالمناسبة عشان الإخوة المشاهدين يعرفوا إنه خلية ما يسمى بخلية مدينة نصر الإرهابية فيها واحد اسمه هليل المتهم بأنه قائد هذه الخلية، كان موجودا في جبل الحلال مع إخوة من حماس ومن خلية سامي شهاب بتاعت حزب الله. السؤال هو من يعطي الحق لأي طرف انه يتجاوز الحدود ويقول انا هضرب اسرائيل دلوقتي؟ وما هي مغبة توريط مصر؟ ألا يمكن ان يكون ذلك عملا استخباراتيا؟ بس انا برضو هنا عايز اعادة للانضباط للكلام ده. يعني مصر طلبت شهادة هؤلاء ولم تحصل هذه الشهادة؟ ولم تحصل. اقول لك اكتر، يعني ضابط مصر يروح غزة يسمع كذا يا استاذ ابراهيم وحد يكذبني. عندما اقتحمت جموع فلسطينية عديدة الحائط أو الجدار الفاصل بين غزة وبين في 2008 في يناير 28 يناير 2008، بعدها بأسبوع بعد ما أعيد المواطنين إليها في جندي مصري كان في برج مراقبة تم قنصه، وأرسلت السلطات المصرية، وعايز حد يكذبني، أرسلت السلطات المصرية اسم الشخص اللي من حماس اللي قنص هذا الجندي، حتى الآن لم يتم تسليمه وسكتنا عليه. هناك عشرات العمليات التي قتل فيها جنود وضباط مصريين من الطرف من داخل غزة ولم نسأل ولم نتسلم حد. رائد العطار أيمن نوفل الذي هرب كان يمكن تسليمه، إعادة تسليم. حتى سؤاله هؤلاء طلب استجوابهم فيما يتعلق بشبهات حول دورهم في سيناء ولم نحصل استجواب. لم يحصل. طيب السؤال الأخير في الدقيقة الأخيرة، سيناء إلى أين؟ سيناء أصبحت مرتعا، وسأقول أسماء بسرعة. عمليات تم تنفيذها من سيناء على إسرائيل شارك فيها مواطنين عرب. أبو حذيفة الهزلي سعودي الجنسية الآن يوجد في سيناء، وهذه شهادة الرائد ياسر عطية من الأمن المركزي حول وجود رمزي وافي الملقب بالكيماوي طبيب الخاص لبن لادن. هذا من أخطر الذين يعملون في تصنيع المتفجرات، موجود في غزة، موجود في سيناء الآن، لا أحد يتحدث. ده شهادة أحد الضباط شهادة المصريين، الرائد ياسر عطية للCNN. المشكلة إنه CNN بتاخد شهادات حول وجود هذا الرمزي الذي هرب بالمناسبة من السجن، كان موجود في السجن، هرب يوم 30 يناير من وادي النطرون، موجود الآن في سيناء. ماذا يمكن أن يشكل موجود في دكتور محمد مرسي برضه؟ طبعا ممكن يكون دي. ممكن، وهذا يشكل خطرا عميقا على الأبناء. ما أريد أن أقوله إنه لا يجب أن نختزل عودة الإرهاب في مصر في سيناء فقط، لأنه الإرهاب في سيناء ليس فقط المجموعات المسلحة. أنا أسأل عن ما يسمى بالقضاء الشرعي، وهو القضاء الموازي للقضاء العادي الذي يوجد 60 مسلح ينفذوا أحكامه والدولة ساكتة ملهاش علاقة. كل العمليات اللي حصلت في سيناء والدولة ساكتة ملهاش علاقة، أو تغض الطرف أو تتواطأ حتى نحافظ على تماسك ما يسمى بالجماعة الإسلامية. الإرهاب اللي موجود في مصر في مجموعتين على الأقل تم القبض عليهم الأسبوع اللي فات، خلية مدينة نصر، وهذه الخلية لها علاقة بما حدث في بنغازي، وأحد المصريين مورط في قتل السفير الأمريكي في بنغازي، وخلية أخرى من 11 واحد في دمياط كانت تخطط لنسف خط أنابيب الغاز في دمياط. بس هو عموما بيستقبلوا الكلام ده التيار الإسلامي بنفي هذه الأمور، وبيقولوا إنه الأمن الوطني بيحاول